السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة هتكلم في موضوع خارج النطاق شوية، موضوع محمد صلاح اللاعب المصري اللي بيلعب في ليفربول. طبعا احنا شفنا التصريحات اللي قالها صلاح بعد المباراة. المدرب بتاعه أرن سلوت ملعبوش خلال الماتش كله، وكان متواجد على مقاعد البدلاء وما نزلوش أصلا حتى كبديلي. فطلع محمد صلاح بعد الماتش طبعا غضبان وأثار الجدل، تصريحات قوية ان هو من الاخر بيقول لهم اللي هم ليفربول والمدرب بتاعه بيشيلوا الليلة من الاخر يعني، ويشيلوا ضعف مستوى الفريق. وبصراحة ليفربول يا جماعة السنة ديت الفرقة كلها ضايعة اصلا يعني. ده اللي انا شايفه وانا بتفرج على كورة في بعض الاحيان. فرقة الليفربول وارن سلوت نفسه مدرب انا شايفه على قده اصلا، يعني هو مش عارف يستغل اللعيبة اللي عنده. وفي لعيبة من بلده، هو الراجل ده هولندي، فهو ماشي مع يعني آه، بيحاول يركبهم على محمد صلاح. فمحمد صلاح لاعب ذكي فشايف الكلام ده كله. بس هي رسالة لأبو صلاح: موقفك يا أبو صلاح من قضية غزة كان غلط. انت افتكرت ان انت هتكون واحد من الناس دي. وغالبية العرب واحنا كمصريين برضو زعلنا منك. موقفك من موقعة غزة او موقف قضية غزة، اخواننا في غزة. انت كانش لك اي تصريح في قضية غزة يا ابو صلاح، وكنت خايف من بريطانيا، رغم ان المفروض كان يبقى عندك مبدأ. مهما كان انت كنت في اني موقع او في اني بلد، حتى لو انت في بريطانيا، المبادئ لا تتجزأ، المواقف هي اللي تدوم وليس الاشخاص. ودوام الحال من المحام. انت لعيب كوره، مسيرك مستواك هيضعف مع السن مع عوامل اخرى. فانت كان لابد كان من خلال موقعك في بريطانيا، انت لعيب كبير وعالمي، اللي انت كان المفروض ليك يبقى لك موقف في قضيه غزه واخواننا في غزه. الكلام ده كان هيعمل لك شعبيه اكتر، وكان هيبقى الناس متعاطفه معاك اكتر. لكن انت ابو صلاح ما عملتش الكلام ده. وعملت لبريطانيا او عملت للصحف البريطانية قيمة عن أكتر، قيمة كبيرة أكتر من عملت لإخواننا الفلسطينيين وغزة قيمة. وللأسف ده كان موقف غلط منك يا أبو صلاح، لذلك أنت حسبتها غلط. أو أنت شايف أهو مجرد مستواك ما نزل شوية رغم إن الفرقة كلها ضايعة، كله جه عليك لأنك مش إنجليزي ولا أنت بريطاني ولا أنت هولندي. أنت في الآخر مش أوروبي، فكان لازم تتوقع اللي هم هيجوا عليك. محدش هيشيلك، أنت في الآخر عربي. هما كان لهم مصلحة عندك وانت كنت شايل الفرقة، وجبت الدوري السنة اللي فاتت، ويعتبر انت من عوامل الرئيسية اللي ليفربول خدوا الدوري السنة اللي فاتت. لكن انت شايف اهوت السنة دي مجرد مستواك ما نزل شوية، رغم ان الفرقة كلها مستواها نازل والفرقة كلها ضايعة، كله جه عليك انت لانك عربي ومصري. فرجاء يا جماعة، المواقف للرجال، المواقف لا تتجزأ. لازم يكون عندك موقف، ولازم يكون عندك اللي انت هيكون صاحب قضية وصاحب مبدأ مهما كانت العوائق. لان المواقف والقضايا اللي زي دي هي اللي بتعيش، مش الافراد. الافراد زائلون. رأيي في التصريحات اللي هو قالها، طبعا هي تصريحات قوية، انا معاه في التصريحات ديت، بس كانت متأخرة. لان غالبية الناس هتشوفها ابو صلاح اللي انت عشان مصلحتك برضو طلعت اتكلمت، مش عشان قضية معينة، عشان قضيتك انت، قضيتك انت كلاعب كورة. انت حسيت بالظلم لنفسك. لما جات لك الفرصة اللي انت تحسس الناس او تحسس الغرب، وانت عارف كويس اللي تغريدة بس اللي انت هتغردها هتسمع في اوروبا كلها، ما حسيتش للاسف بظلم مثلا اهل غزة. ما طلعش منك تغريدة واحدة مثلا، او لما اتعرض عليك تشيل علم فلسطين لما كنت بتلعب في مباراة، مش فاكر مباراة ايه، انت رفضت تاخد علم فلسطين. فانت زعلت الناس منك يا ابو صلاح. والاخر لما طلعت بتصريحات قوية، طلعت منك لنفسك برضو، مش لقضية او اخرى، هي قضية نفسك برضو. فمش عارف، انا رأيي هو طبعا السعودية فاتحة بيبانها لصلاح. وصلاح لاعب كبير يا جماعه، وكان يستحق اللي هو يكمل في ليفربول، ويستحق اللي هو يلعب وعنده المستوى اللي يلعب فيه في الدوريات الاوروبيه الكبرى برضو مده لا تقل عن سنتين قدام.
لكن باللي حاصل ده اعتقد اللي هم هيضحوا بيه، لان الناس دي يا جماعة نفسي الناس تعرف او العرب يعرفوا الغرب بص لنا ازاي او بيشوفونا ازاي يعني. للاسف العربي بينسى نفسه او مش بينسى نفسه، بيفكر ان الغرب شايفيننا حاجه كبيره، او شايفين العربي حاجه كبيره او حاجه اللي هو ممكن تنافسه. الكلام ده يا جماعه مش صحيح ومش هيحصل. فلازم لكل عربي، مش صلاح بس، كل عرب، كل مصري او سعودي او اماراتي او قطر، ايا كانت الدول العربيه، الغرب يا جماعه شايفيننا لمصلحتهم بس مش اكتر. والله المستعان.